لو عايز تبقى مذيع ناجح او مذيعة جامدة في 3 دقايق بس، تعالوا اقول لكم نعمل ايه بالظبط. لو كنت بنت وعايزة تبقي مذيعة يبقى لازم تتكلمي بنبرة صوت شتوية وانت بتقدمي الحلقة، يعني تخلي اللي بيتفرج عليكي يمل او ينام او ممكن يقلب التلفزيون اصلا، وتدي نصايح لكل ست ازاي تفلي شعر راس جوزها زي الاستاذ محمد، وده هيخلي طبعا كل متابعينك رجاله هيحانوا. اما بقى لو كنت مذيعه اربعينيه ومطلقه ومن انصار الفيمينست يبقى ما ترحميش الرجاله ولا تتهاوني معاهم، لانه كلهم مصطفى ابو حجر، وتقولي الست لا ملزمه تطبخ ولا تغسل ولا ترضع ولا تبات في بيت جوزها ولا اصلا تتجوز. من الاخر يعني اتحرروا بقى، بلاش رجعيه. اما بقى لو كنت مكتوب في البطاقه ذكر وعايز تبقى مذيع فما قدامكش غير اللي هقول لك عليه، وقبل اي حاجه لازم يبقى اسمك عمرو، ولو اسمك اي حاجه تاني غير عمرو يا اما تتنازل عن حلم المذيع يا اما تروح على السجل المدني وتغير اسمك لعمرو، وده بقى لانه اسم جديد ولقطه وكرييتيف ومفيش مذيعين كتير بالاسم ده. واحد فزدوك بقى يقول لي طب ما في الاستاذ عمرو الليثي والاستاذ عمرو اديب والاستاذ عمرو عبد الحميد، هقول لك دي مجرد صدفه، ولا اقول لك يا سيدي خليهم سرقوا الاسم منك وطلعوا على قفاك وانت بقيت فقير وجحيان، اهو منها تطلع ترند ومنها تتشهر، وبالمره يا سيدي تجيب ريتش كتير لليوم الثامن. اما بقى يا سيدي عن مواضيع الحلقات فمفيش اسهل منها، اولا تعمل فولو لشيرين وحسام ومحمد رمضان بالمره وترشق في الاكونتات بتاعتهم وترش ميه وتقعد كده تستنى الاخبار وتستفتح. ثانيا تقعد تجيب اكل بقى فخم جدا واصناف كتيره قوي وتقعد تذل في المواطن اللي يحاول الله بيلهي نفسه في التلفزيون، وتقعد بقى تاكل في اللحمه وتقعد تاكل وتذل امه وتتلذذ بالاكل كمان، او تطلع تهبط في اي كلام وانت مش فاهم اي حاجه وعلى الله حكايتك وتقول للناس ان انا بقول لكم ان البتنجان هيفضل ينزل ينزل، حلو الكلام، والخضريه كدابين، وان البتنجان عمره ما يوصل ل 20 جنيه، والكلام ده على مسؤوليتي وانت ولا فاهم حاجه ولا مسؤول عن حاجه. اصلا انا كنت طالب شاطر جدا في الاقتصاد المنزلي جدا يعني، يا اما تعمل من بنها وتخلق لنفسك عالم موازي وانت عايش في ميه البطيخ وتفضل تقول يا جماعه حرام اللي بيحصل ده، الاسعار ولعت، اللامبورجيني كانت ب5 مليون جنيه دلوقتي بقت ب5 400، حرام يا جماعه، نعمل ايه في الاسعار اللي غليت دي؟ هو احنا يعني حراميه؟ ارجوكم يا جماعه انا بناشد المسؤولين لازم تشوف لنا حل للمشكله الكبيره دي، وصدقني لو عملت كل اللي قلت لك عليه ده هتبقى مذيع ناجح جدا وتجرى عليك القنوات وتنهال عليك العروض وادي دقني وتف على وشي لو 3 عملوا لك فولو. سلام. انت بتاخد اليومين ورا بعض؟ ناخد اول يومين ورا بعض، لو انت انت اخرت يا نور تعالى يوم. يا ابني ما تضحكني. لا اله الا ما تخش وعين شيل روحي. ده كان عايز كاميرا واقعد ما تتنفس، لو هنجيب لك الكفن ما تتنفس، يلا اكتب نفسك هات لحد 6. الراجل الكلام ده بيشوش عليا والله.